شوفوا ما كنتش راح نصور، ومن بعدها قلت والله غير نصور معاكم نشارككم هذه الوصفة. شوفوا هنا هذا الزيتون كيما يسميوه تاع بكري تاع الحجر، تسمعوا به اللي كانوا يديروا في الشكاره تاع الخيشه هذيك وعاود يديروا الملح ويحطوا عليه حاجه ثقيله وكل شيء. دوكا كلشي تطور، انا وين حنجيب الشكاره هذيك؟ اي مالا. شوفوا واش درت. جبت بيدون يكون جديد، شريته جديد، شريت فيه الماء وثقبته منا، درت له ثقبه هنا في الوسط. شوفوا الثقبه هاي وين، ثقبه صغيره. بعدها نجيب الزيتون هذا، نهز الزيتون تاعي ونديرو في البيدون هكذا، نديروه في البيدون. مهم كيما راكم تشوفوا، مهم ديري كميه وديري الملح، ديري كميه وديري الملح. انا ديريكت من الساشي ديريكت. ها عباك ما كنتش ناويه نصور، راني بيد وحده هكذا ونخلط هكذا، ونزيد ندير الزيتون ونزيد حتى نكمل الكميه اللي راح نديرها. ولا قولوا لي واش رايكم؟ الطريقه هذه يعني هايله، وجربته ماشي مره الاولى، تجيني روعه. تخليه وكي هي قبل ما ننسى، كي تديروا ثقبه من تحت في البيدون تاعك، تخلطي طعم تقريبا هكا بيدون تل هنا هكا، ديروا نص شكاره تاع ملح. وماذا بيناش الملح يكون تاع الصخري، انا ما فندير هذا يعني نورمال، ما في يصلح لي عادي. ونحطه في مكان خليه يقطر، والمقفال نخليه مرخوف، يعني ماشي نزيره ولا هكا، نحطه برك هكا ونخليوه برا يقطر حتى نتوجد لكم. ولا واش رايكم؟ فكره ولا ماهيش فكره؟ هذه هي نكمل معاكم هكا هكذا. ندير هذا، ندير شويه زيتون وشويه ملح، شويه زيتون وشويه ملح حتى نكمل. نخليها مده ان شاء الله كي يوجد لي راني نصور لكم. هكذا وندير الملح، المهم ما ننساش الملح هو الماده الحافظه تاعو. هكذا يا البنات، وندير كل مره ندير شويه زيتون وشويه ملح، من بعد نخلطو مليح، نحطو فيه مثلا عندك برا جنان هكا ولا بلاصه هكا خليه يقطر فيها، ولا ديري له حاجه تحت يقطر عليها اذا ما عندكش في البالكون ولا ما عندكش وين ديري، ربي ورحمته. هكذا ديروا له الملح، ما نساوش الملح لازم، هو الماده الحافظه تاعو. كما ديري خلطي وخلاص. هذا هو الفيديو تاعي تاع نهار اليوم، فيديو قصير، ما كنتش يعني ناويه حنصور وقلت ولا غير نشارككم، هذه على بالي حاجه جديده عليكم نشاركها معكم. الى اللقاء.